اهلا بيكم، معاكم اسلام خالد والكلام عليا. فكرة الفيديو النهاردة يا جماعة هو بقى معانا محتوى جديد، وهو نتعلم مع بعض كده ازاي نمنتج وازاي نتحكم في الفيديو ويبقى من الفيديو ده يبقى للفيديو ده. وعشان نعمل كده هنستخدم برنامج فيلمورا، لان البرنامج ده يا جماعة بيقدم من ترانزيشنز لتايتلز لاوديو لتمبلتس لحاجات كتير قوي هتساعدنا في المونتاج. حبيبي حبيبي حبيبي. بغض النظر عن بقيه البرامج اللي زي ادوب بريمير ودافينشي ريزولف وبرامج تانية كتير، فهنختار البرنامج اللي هو فيلمورا اللي هو بسيط وبرده للناس المبتدئين في المونتاج. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك واعمل سبسكرايب، ما تنساش تفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل جديد، وما تنسوش اللايك. ويلا بينا نخش في الفيديو. طيب يا جماعة، أول ما البرنامج بيفتح معانا كده بدي الواجهة دي بتاعة الإمبورت للفيديوهات، ودي الشاشة اللي بتعرض الفيديوهات، وده التايم لاين، ودي برضو المعلومات بتاعة البروجكت، يعني المقاس قد إيه، كام فريم في الثانية، الديوريشن اللي هو تايم أو الوقت بتاع الفيديو قد إيه، يعني دقيقة، نص ساعة، ساعة كده. طيب هنبتدي كده بالأساسيات الأول، المونتاج. طيب هي ليه الناس بتستخدم المونتاج؟ الناس بتستخدم المونتاج عشان تعالج الفيديوهات. مثلا لو انت نازل مثلا تصور فيديو في الشارع وحصل مثلا شوية غلطات كده، اهتزاز في الكاميرا، حد شتم، حد عمل حركة غلط، حصل تاتش غلط في الفيديو ما ينفعش يظهر قدام الناس، زي الفيديوهات اللي انتوا بتتفرجوا عليها دي، سواء كانت فيديوهاتي انا او شهاب او اي يوتيوبر تاني، بتلاقي ان بيبقى في قطعات كده. القطعات دي بتبقى اللي هي الآيات الكتير او الصمت او السكوت عشان ما ياخدش من وقت الفيديو. فبنيجي هنا في حتة المونتاج عشان نظبطها ونخليها بشكل كويس. في ناس تانية ممكن تخلي الآيات دي تشيلها خالص، بس ما بتاخدش بالها من تركايه بسيطة، ان ممكن يكون هو قاعد كده بعد كده تلاقيه عمل كده، بعد كده تلاقيه عمل كده، فتلاقي المشاهد بيتشتت وهو بيتفرج. جميل جميل. فاحنا في الفيديوهات او سلسله الفيديوهات اللي جايه دي، لو حابين برضو نكمل في السلسله دي قولوا لنا تحت في الكومنتات، ونخش بقى ازاي نعمل امبورت للفيديو، نكمل مع بعض باقي الفيديو. طيب هنيجي هنا في الحته دي، يا دوبك ندوس ضغطه واحده، ضغطه واحده هي هتجيب لنا الفيديوهات. طبعا الفولدر اللي انت بتتمنتج بيه يعني انت عندك دلوقتي ماتيريال، فانت بتحطها في فولدر معين كده، عشان في ناس تانية ممكن تحط الفيديوهات بتاعتها والماتيريال بتاعتها في اي فولدر او ترميه، يعني ترميه على الجهاز وتقعد بقى تدور هي الطالق راحت فين. ساعات بتحصل لي المشكله دي برضه لما باجي امنتج مثلا وببقى محتاج افيه معين، بس انا ناسي حاطط الافيه فين. فبعد كده اتعودت ان انا احط الفيديوهات لوحدها والصوت لوحده والصور لوحدها والافيهات لوحدها. الله عليك، احسنت يا ابني والله. بحيث ان انا لما اجي امنتج فيديو ولا حاجه ابقى منظم الحاجه. وده بيدينا في اهم نقطه في المونتاج، التنظيم، ان احنا لازم نكون منظمين جدا واحنا بنمنتج، لان الهرجله بمعنى اصح بتخلي الواحد يتلخبط وما يعرفش يمنتج. فمثلا انا فتحت كده دلوقتي، طلعت لي الفيديو ده مثلا، فبقوم مثلا مختار، بيطلع لي هنا على واجهه الامبورت اللي هي اسمها ميديا، وبختار الفيديو وبعمله دراج اند دروب وبحطه على التايم لاين. بيجي الاختيارين 1280 720 ولا 1920 1080. انا بختار دايما اللي هي 1920 1080، 25 فريم في الثانية. دلوقتي احنا في المورا بيعامل زي ادوب بريمير بالظبط، يعني التايم لاين فيه حاجتين، للصوت وللصورة. في بقى حاجات تانية اللي هو مثلا مقسمها لك كده، يعني الفيديو، لاير للفيديو، لاير للصورة، لاير للإفكتس، والحاجات دي بتلاقيها على معظم البرامج المونتاج على التليفون.
بيبقى ليها لك مقسمها لك كده زي كين ماستر، فيديو شو، فيديو اديتور، برامج كتير هتلاقيها على التليفون عندما لك الخاصيه دي. لكن هنا يعني مقدم لك لايرين، صوت وصوره، وانت بقى على حسب عايز تاخد كام لاير. ممكن معاك كما تريد، يعني مطول معاك لللاير اللي انت عاوزه، حتى لو عايز 50,000 لاير معاك. اهم حاجه هو التنظيم في التايمر. في ناس لما بتيجي مثلا تعمل كات، لما بتيجي تعمل كات صحيح، عندك اللي هي العلامه دي الكات. في عندك خاصيه تانية زي ادوب بريمير برضه، وهو الكتر، انك انت تدوس كده وتقطع براحتك. الفرق بقى هنا، ولو انت برضه عايز يعني انت عايز تستخدم الكتر فبتدوس سي، لو عايز تلغي الكتر بتدوس حرف في. طيب ايه الفرق ما بين الكتر والمقص؟ المقص هنا انت بتيجي هنا بالظبط على اللاير وتقوم دايس فيقطع، عكس بقى الكتر انت بقى ممكن تقطع في اي حاجه. طيب احنا عندنا طبعا حاجات كتير قوي، بس عشان مش عايزين نطول عليكم في الفيديو، بس يعني النقطه اللي احنا اتعلمناها ان واحنا بنمنتج لازم نكون منظمين، مش بس في الماتيريال، لا منظمين كمان واحنا بنمنتج. يعني مثلا ايه، ما نجيش مثلا حاطين دي كده وحاطين دي فوقها كده وحاطين دي فوقها كده، لا احنا كده ايه، بنشتت نفسينا. لا يعني مثلا الحته دي فاضيه، فاحنا ممكن يعني نرفع دي كده، بعد كده مثلا ممكن ننزل دي كده، تمام، ممكن بعد كده ننزل دي كده. ما نخليش نستخدم لاير كتير في حاجات. لو انت هتستخدم لاير تاني فانت هتستخدم ماتيريال تانية، صوره تانية، فيديو تاني. فايه عشان كده ايه لازم تقسم. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنستخدم الانواع الكاتس اللي احنا بنستخدمها، زي الجامب كات والجي كات واليو كات والال كات وانواع كتير من الكاتس. بس عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، انا حبيت بس ايه اعرفكم يعني ازاي بنعمل امبورت وازاي بنعمل كات في السريع، ايه الفرق ما بين الكتر وايه الفرق ما بين الكت العادي. ما تنسوش بس تشتركوا في القناه، ولو انتوا عجبتكم قوي السلسله دي وان انتوا عايزين تتعمقوا قوي في المونتاج تحبوا المونتاج قوي، ما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات، وحابين السلسله دي تكمل ولا ايه النظام. ما تنسوش اهم حاجه تشتركوا في القناه، ولو انت مش مشترك تنزل على كلمه سبسكرايب وعلى زر الجرس. ما تنسوش الكومنت واللايك والشير، وتشاركوا اصحابكم كده اللي محبين المونتاج والناس الجميله دي. والكلام على ايه.